فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه وصية من وصايا الله جل وعلا لعباده، أن يتقوه في سائر الأحوال، وأن يتفكروا فيما مضى من أعمارهم وأعمالهم، هل ملأوا ساعات الأعمار بطاعة الله جل وعلا وما أباحه، وهل قدموا أعمالا تسرهم يوم القيامة وأنها تحول بينهم بين النار يرفعهم الله بها إلى جنات تجري من تحت الأنهار، فإنما قدم الإنسان من عمله هو ما مضى. هذه موعظة بليغة جدا. وهذا رمضان شرفه الله تعالى، جاءنا مثل الضيف الكريم الغالي الذي يستقبل بغبطة وبشاشة ويودع بحزن وحرقة. هكذا مضت الأيام وهي من العمر. جاء عن بعض السلف الصالح رحمه الله وإيانا أنه يقول: إن كل يوم يمر بابن آدم يناديه ويقول: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فانتفع مني فإني لا أعود. قال الآخر: إن الأيام هي خزائن للأعمال ومواقيت للآجال. فبالأمس استقبلنا رمضان بغبطة وبشاشة وسرور على أمل أن نحقق من الأعمال والأقوال والسنن والخير ما نصبو إليه، وما درينا حتى مضى. وكل إنسان يعلم ما فعل وما قدم وأنه أقل مما كان يتوقع، مع أنه ما سلم من الأخطاء والعمد والقصور في الأداء والأمور التي لا تنبغي مع الصوم بل تقدح فيه وتؤثر فيه، وأنه كذلك ما أولى عناية بالعبادات والسنن والآداب التي يكمل بها العمل ويزكو، مضى بهذه الطريقة. فعلى المرء أنه يقف مع نفسه وقفة جادة وحازمة ويتفكر في ماضيه. هذه الخزائن 30 التي مضت، وهذا المقدار من العمر الذي مضى. فإذا كنت وأنت جاد في ما تزعم أنك ستغتنم رمضان وتنتفع منه وتجتهد فيه وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ما حصلت الذي تؤمله وما حققت الذي تعد نفسك به، صار كل الأمور أقل مما توقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخذ عبرة من هذا، إن بقية العمر ستمضي كذلك. فالآن خذ عبرة من هذا، درس بليغ جدا. ما عجزت عنه في رمضان لا تعجز عنه فيما بعد رمضان، لأن عمرك بعد رمضان أقصر من رمضان. كل يوم يدنيك من قبرك ويبعدك من أملك، وإذا لم تعوض هذا اليوم الذي يمضي بزيادة عمل فأنت مغبون. وعلى الأقل الثبات على ما هداك الله له من صالح العمل، والتخلي عما وقعت فيه أنت من القصور والزلل. فكر، اجلس مع نفسك جلسة حازمة، مثل جلسة الشريك مع شريكه في تجارة الدنيا، ما يغضي عن شيء. فأنت حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ومهدوا لها قبل أن تعذبوا. هكذا كان يقول عمر رضي الله عنه: وتأهبوا العرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فوالله إنه راح علينا رمضان بحسرة، نحن بحسرة إننا ما استفدنا كما ينبغي ولا حققنا ما نؤمل، والشكوى إلى الله ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه. ولا في الأمور والله إنها غبن، والغبن ما يظهر في الدنيا، يظهر في الآخرة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يصير الناس متفاوتون في الأعمال ومنزلة الأعمال عند الله جل وعلا والثواب الذي يعطيهم الله الأعمال، وهم كانوا متقاربين في الدنيا، لكن أحد انتفع من عمره والآخر ساهل لاهل غافل. هذه والله يا إخواني إنها أبلغ موعظة. مضى كأنه ما دخل 30 يوم 30 ليلة، ومع ذلك نعرف، والله نعرف والله إن أعمالنا إننا نستحي من الله جل وعلا، نستحي. هل هي مقابل الصحة؟ هل هي مقابل النعمة؟ هل هي مقابل الأمن؟ هل هي مقابل على ما قال إتيان كثير من الدنيا لنا على ما نريد؟ والله نستحي، والله ما تواجه، لكن الله يمن علينا بعفوه ويعاملنا بلطفه ويجود علينا بفضله. اللهم عاملنا بعفوك وجود علينا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك فنهلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا ينبغي الإنسان يلهج في هذا. الله يعوضنا ويجبر مصيبتنا وينمي لنا ما قدمنا من خير، فإنها كما قال إخوان يوسف بضاعة مزجاة، بضاعة قليلة. نسأل الله تعالى أن يوفي لنا الكيل وأن يتصدق علينا وأن يعفو عن الزلل ويكمل نقص العمل بعفوه وفضله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه.